هناك لحظات في تاريخ الأندية لا تقاس بنتيجة مباراة ولا بمركز في جدول، وإنما بما تتركه من جراح في ذاكرة جماهيرها. وما يعيشه النادي الإسماعيلي اليوم بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى يعيد إلى الإذهان واحدة من أكثر الفترات قسوة في تاريخ النادي، حين وجد الدراويش أنفسهم قبل ما يقارب من 7 عقود يصارعون من أجل البقاء بعيدا عن دوري الأضواء. وبين الماضي والحاضر تبدو بعض المشاهد وكأنها تتكرر بصورة مؤلمة، اختلاف في الأزمنة ولكن تشابه في الأخطاء الإدارية وسوء إدارة الأزمات. لم يكن أحد يتوقع أن يتحول الإسماعيلي الذي أنهى موسم 1956-57 في المركز الثالث بالدوري الممتاز إلى فريق يصارع الهبوط في الموسم التالي. فقد قدم الدراويش موسم رائع إذ خاض الفريق 26 مباراة، حقق خلالها 11 انتصار و8 تعادلات و7 هزائم و47 هدف، واستقبل 38 هدف ليجمع 30 نقطة ويحتل المركز الثالث خلف الزمالك بفارق نقطة واحدة فقط. لكن ذلك الفريق القوي لم يستمر طويلا، وبدلا من تدعيم الفريق والمحافظة على قوامه الأساسي اتجهت إدارة النادي إلى بيع أبرز نجومه من أجل سداد ديون بلغت 1350 جنيه. وكان أبرز الصفقات انتقال صلاح أبو جريشة وبيضو وفرج محمود وينجو وسيد أبو جريشة إلى نادي القناة مقابل 1000 جنيه، وانتقال دميان وفتحي نافع إلى الزمالك مقابل 600 جنيه. ورغم أن بعض الروايات اللاحقة حاولت تبرير هذه الانتقالات باعتبارات تفريغ الفريق من عناصره الأساسية ليدفع الإسماعيلي الثمن غالي، وجاء موسم 57-58 كارثيا بكل المقاييس. فخلال 14 مباراة حقق النادي الإسماعيلي فوز وحيد و6 تعادلات و7 هزايم، وسجل 16 هدف واستقبل 31 هدف ليجمع 8 نقاط فقط ويحتل المركز الأخير في مجموعته ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى المعروف وقتها بين الجماهير بدوري المظالم. ولم يكن النادي الإسماعيلي وحده ضحية ذلك الموسم، إذ شهد هبوط عدد من الأندية التاريخية أبرزها المصري البورسعيدي ونادي الاتحاد السكندري والسويس والمنصورة ومالية كفر الزيات، وهو ما دفع اتحاد الكرة لاحقا بعد ذلك إلى إعادة هيكلة المسابقة من جديد والعودة إلى دوري مختلف يضم 10 أندية. بعد الهبوط حاول مسؤول الإسماعيلي إعادة تشكيل الفريق من جديد، واحتفظ النادي بعدد من لاعبيه الشباب أمثال رضا وشحتة والعربي وخليل سامبو وعطية أحمد وفؤاد سعودي وسليمان لافي وفكري راجح وأنور أبو حديد ومصطفى يونس. كما تولى علي حسين قيادة الفريق قائد، وانضم عدد من لاعبي مجلس البلدية من بينهم محمود المنشي وسيد خليفة وفؤاد جبر الله. ولشدة الأزمة اضطر المدرب علي عمر إلى العودة إلى المشاركة لاعب في بعض المباريات. كما عاد قائد الفريق درويش ويشة من الاعتزال بعد 5 سنوات من الاعتزال للمساهمة في إنقاذ الفريق. لكن المشكلة لم تكن في الأسماء فقط، بل كانت في الحالة النفسية الصعبة التي عاشها الفريق بعد الهبوط. في 3 أكتوبر 58 افتتح الإسماعيلي مشواره في دوري الدرجة الأولى بمواجهة فريق السويس على ملعبه. دخل السويس المباراة بخبرة كبيرة بعدما كان أحد فرق دوري الدرجة الأولى به، بينما كان الإسماعيلي
لا يزال يحاول لملمة صفوفه بعد موسم الانهيار. وجاءت النتيجة صادمة لجماهير الإسماعيلي حيث فاز السويس 7 أهداف لهدف واحد. وفقا لتقارير الصحف آنذاك تقدم السويس بثلاثية في الشوط الأول قبل ما يواصل تفوقه في الشوط الثاني في واحدة من أكبر الهزائم في تاريخ الدراويش. وكانت تلك المباراة بمثابة إعلان واضح عن حجم الأزمة اللي بيعيشها النادي الإسماعيلي. ورغم تحسن النتائج للفريق تدريجيا خلال الموسم، فإن الإسماعيلي لم ينجح في العودة سريعا إلى الدوري الممتاز، بينما تمكن المصري والاتحاد السكندري من تصحيح أوضاعهم والعودة إلى الدوري الممتاز في وقت أقصر. وظل الإسماعيلي في دوري الدرجة الأولى 4 مواسم كاملة، وهي فترة تعد استثنائية في تاريخ أندية القمة المصرية خلال تلك الحقبة. ولم تكن عودة النادي الإسماعيلي إلى مكانه الطبيعي مجرد صعود رياضي، بل جاءت بعد تغييرات كبيرة داخل النادي أنهت مرحلة من الصراعات والإدارة غير المستقرة لتبدأ مرحلة جديدة قادها رجال آمنوا بقيمة النادي وبتاريخه العريق. وخلال سنوات قليلة فقط عاد الدراويش إلى دوري الأضواء، ثم واصلوا بناء فريق استثنائي توج ببطولة الدوري المصري الممتاز قبل أن يحقق الإنجاز الأكبر بالفوز ببطولة أفريقيا ليصبح أول نادي مصري يعتلي عرش القارة السمراء. قد تختلف الظروف بين عام 58 وعام 2026، لكن التاريخ يرسل رسائله بوضوح. الأندية الكبيرة لا تسقط بسبب هزيمة واحدة، بل نتيجة تراكم أخطاء إدارية وقرارات قصيرة النظر تماما. كما لا تعود إلى القمة إلا بوجود إدارة تمتلك رؤية واستقرار وإيمان بقيمة هذا الكيان. وربما يكون استحضار تلك المرحلة المؤلمة من تاريخ الإسماعيلي ليس لاستدعاء الأحزان، وإنما للتذكير بأن هذا النادي العريق سبق أن مر بأوقات أكثر قسوة ثم نهض منها وكتب أعظم فصوله. ولعل التاريخ يمنح الدراويش فرصة جديدة إذا توفرت الإرادة الصادقة لإعادة بناء النادي على أسس تليق باسمه وجماهيره. قد يطول الطريق وقد تتكرر العثرات، لكن التاريخ علمنا أن الأندية العريقة لا تموت وإنما تمرض ثم تستعيد عافيتها عندما تجد من يضع مصلحتها فوق كل اعتبار. والإسماعيلي الذي نهض من قبل بعد سنوات عصيبة ليعتلي منصات التتويج محليا وقاريا قادر على أن يكتب فصلا جديدا من المجد إذا توافرت الإدارة الواعية والاستقرار والالتفاف الحقيقي من أبناء النادي الإسماعيلي وجماهيره المحبة للنادي والعاشقة له. ونحن نؤمن أن مكان الإسماعيلي الطبيعي ليس بعيدا عن الكبار، بل بينهم وفي مقدمتهم. فالدراويش لم يكونوا يوما ما مجرد نادي يشارك في المسابقة، وإنما مدرسة كروية صنعت المتعة وقدمت أجيالا من النجوم واستحقت عن جدارة لقب برازيل الكرة المصرية. فالكرة المصرية ستظل تفقد شيئا من رونقها وجمالها ما لم يعد الإسماعيلي إلى مكانه الذي يليق بتاريخه وجماهيره. ويبقى الأمل أن تكون هذه الكبوة بداية لميلاد جديد تماما كما حدث من قبل، وأن يعود الدراويش ليملأوا الملاعب إبداعا ويضيفوا من جديد ذلك اللون الأصفر المشرق إلى لوحة الكرة المصرية.